أما السيد الحميري هو ما هو سيد بهذا المعنى على أنه أمة علوية وأبو سيد، لا، إباضي. الإباضية بذاك اليوم مو هذا اليوم، هذا اليوم يختلفون. اليوم أقرب ما يكون إن إحنا الشيعة، أنا أقرأ عندهم في دولة عمان وعد ارتباط بكثير من عندهم. مفتي الديار الشيخ الخليلي كتب كتاب ضد معاوية الاستبداد من خيرة ما كتب في هذا الباب. هم أقرب إن من غيرهم الآن، لكن في سابق الزمن لا. هذا اللي يبدأ صباح بشتم علي بن أبي طالب ويختم ليلة أيضا بسب علي بن أبي طالب. الحميري فتح عينه بهالبيت هذا، اجى للكيسانية ثم رأى الإمام الصادق فتكهرب بشخصية الإمام ونظم قصيدة الرائية: جعفرت بسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. الإمام هم من ذاك اليوم سماه سيد. كلمة السيد أطلقها الإمام الصادق عليه، هو هم خذها المعلومة ونظمها: ولقد عجبت لقائل لي مرة علامة فهم من الفهماء سموك قومك سيدا أكرم به أنت الموفق سيد الشعراء. سيد الشعراء هو هذا الحميري. توفت أمه كانت تجي بالليل تفززه بعد ما أن اعتنق هذا المذهب، تقول له: وليدي عد إلى رشدك. وهو يفتح عيونه يقول لها: أتنهينني عن حب آل محمد وحبهم مما به أتقرب، وحبهم مثل الصلاة وإنه على الناس من قبل الصلاة لأوجب. ماتت أمه ومات أبوه وطلع ورا الجنازة يشيع. شنو تشيع جنازته؟ لأبويه: لعن الله والدي جميعا، لعن الله والدي جميعا ثم أصلاهما عذاب الجحيم، لعن خير من مشى فوق وجه الأرض بالناس محرما بالحطيم. حتى أمه وأبوي لما يتبرؤون من علي بن أبي طالب أنا أتبرأ منهم، أحب قصي الدار من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. دعبل الخزاعي يقول أواخر حياته لما اشتدت بي علة الموت، وينقل القصة المرحوم العلامة الأمين بالغدير، صاروا صماطين اللي يجون العيادته، الإباضيون من جهة وأتباع مذهب الإمام الصادق من جهة أخرى، أعمام أخواله، كل واحد يقعد عليه من على جهة. الساعات الأخيرة في حياته ظهرت نكتة سوداء في جبينه ثم اتسعت، يعللوها على أنه هاي كفارة الذنوب باعتبار قبل لا يدخل. صحيح الإسلام يجب ما قبله وقاعدة الجب معروفة، لكن أكو بعض الأعمال إلها آثار وضعية، مثلا شرب الخمر ما شابه ذلك، هذا لكون هنا يتطهر ويطلع. فرحوا الإباضيون، واحد يقول له هذا لسوء ما قمت به، أنت تركت مذهبك ومبدأك وإجيت إلى جعفر الصادق، شنو الداعي إليه؟ ليش؟ الشيعة تأذوا إلى أن تحول بدنه إلى فحمة سوداء. الجماعة من عاين لهم وشافهم فرحانين، كثير تأذى. الآن ما الذي يقدر يصنع؟ قال لهم: حولوا وجهي إلى حيث القري، إلى حيث مرقد سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي. حولوا وجهه إلى جهة الغري. تكلم بكلمة واحدة، قال لي: يا أمير المؤمنين أهكذا يصنع بمحبك؟ خليك، أنا ماني موالي، وين إحنا شيعة؟ ما لا أرى عليكم سيماء الشيعة،
خمص العيون، عمش العيون، خمص البطون، إلى آخر ما ورد في تعريف الشيعة بالحديث المعروف عن الإمام الصادق بأبيه وأمي. لكن احنا نحبكم، ما هكذا يفعل بمحبك يا أمير المؤمنين. ما إن تم كلامه وإذا بنقطة بيضاء تظهر في جبينه تتسع إلى أن يتحول جميع جسده إلى قطعة بيضاء. قال لهم وجهوا وجه مرة ثانية إلى أمير المؤمنين، ما يقدر. وجهوا وجهه مرة ثانية إلى جهة الغري، قال كذب الزاعمون، كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفا للإله عن سيئاتي، فابشروا اليوم أولياء علي وتولوا علي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات.